متخيل ان انجلينا جولي اللي بقت ايقونة هوليوود كانت هتسيب التمثيل بسبب الاكتئاب؟ وده غير انها عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها حتى القتال بالسيوف. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت ملكة هوليوود واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. أنجلينا جولي البنت اللي خلت الأكشن يبقى أنوثة، ومن أول ظهور ليها بدون لارا كروفت في سلسلة توم برايدر الجمهور وقع في حبها. بس ورا الكاميرا أنجلينا عندها حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن سر قوتها وأخطر مشاهد الأكشن اللي عملتها بنفسها وأغرب حاجة عملتها علشان الدور. أنجلينا اتولدت سنة 1975 في لوس أنجلوس. والدها هو الممثل جون فوي، وده خلاها تحب التمثيل من صغرها، وبدأت تمثل وهي عندها 16 سنة أفلام مستقلة. النقلة الكبيرة كانت مع فيلم Girl Interrupted سنة 1999 واللي لعبت فيه دور ليسا البنت مريضة نفسيا، وقدرت تعمل مشاهد الدراما بطريقة خلتها تاخد جايزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة وتثبت إنها فعلا موهبة جبارة. لكن الشهرة الأكبر كانت مع سلسلة توم برايدر واللي لعبت فيها دور لارا كروفت، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن بطريقة خلت الجمهور يتصدم منها، خصوصا إنها كانت بترفض تستخدم أي دوبلان في معظم المعارك، وفضلت تتدرب على القتال بالسيوف والرماية بالساعات. في سلسلة توم برايدر أنجلينا عملت معظم مشاهد الأكشن بنفسها زي مشهد القفز من المعبد، ورفضت تستخدم أي دوبلير، وفضلت تتدرب على القتال اليدوي والكاراتيه لمدة 6 شهور. المفاجأة إنها اتعلمت الرماية علشان دور لارا كروفت، وقدرت تصيب الأهداف بدقة، وده خلى المخرجين يقولوا إنها موهوبة في الأكشن زي الدراما بالظبط. في فيلم سولت أنجلينا عملت مشهد القفز من الشاحنة بنفسها، وفضلت تتدرب على القفز الحر لمدة 2 شهور، وده خلى المشهد يطلع واقعي بطريقة تخليك تحس إن مفيش مستحيل بالنسبة لها. أجرها في أول فيلم كان 5 مليون دولار، لكن بعد نجاح سلسلة توم برايدر أجرها وصل 20 مليون دولار في فيلم ماليفيسنت، وده خلى ديزني تعتمد عليها بشكل كبير. حقائق سريعة. أول حاجة إدمان السكاكين. أنجلينا عندها هوس بجمع السكاكين، وعندها مجموعة ضخمة في بيتها، وبتقول إنها بتريحها نفسيا، وفضلت تتدرب على استخدامها علشان أدوار الأكشن. تاني حاجة الوشوم الغريبة. أنجلينا عندها أكتر من 20 وش، وكل وش له قصة خاصة، زي وش إحداثيات أماكن ولادة أولادها على دراعها، ووش نص بوذي على ظهرها بيقول احميني من الأرواح الشريرة. تالت حاجة الهوس بالسفر. أنجلينا عندها هوس بالسفر وزارت أكتر من 60 بلد، وبتقول إنها بتحب تسافر لوحدها أوقات علشان تقدر تفكر بعيدا عن الأضواء. رابع حاجة أكلتها المفضلة. أنجلينا مدمنة على الأكل الآسيوي، وبتحب السوشي والنودلز، وبتقول إنها ممكن تاكل سوشي كل يوم. بعيدا عن الأكشن والسيوف، أنجلينا عندها مواقف إنسانية كتير. في موقف شهير أنجلينا اتبنت 3 أطفال من مناطق فقيرة، وفضلت تدافع عن حقوق اللاجئين في الأمم المتحدة، وده خلى الناس يقولوا إنها مش بس نجمة لكنها مثال للإنسانية. كمان عندها مؤسسة خيرية بتهتم بدعم التعليم في أفريقيا، وبتتبرع بجزء من أرباحها للأبحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبتقول إن دي قضية حياتها. دي كانت حكاية أنجلينا جولي، البنت اللي خلت الأكشن يبقى فن، واللي أثبتت إن النجمة الحقيقية هي اللي تقدر تعمل الأكشن والدراما بنفس القوة. إيه أكتر دور حبيتوا ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم الحلقة الجاية.